عليكم اخواني الاعزاء. هذا واحد من الاسئله اللي دائما تنطرح بالنسبه للطواير اللي تتوقف عن البيض. فشوفوا افضل علاج لها، طبعا بالاخص الطواير اللي تسمن احيانا من الخانات، هو الخطا المباشر من يمنا احنا، لانه هذا العلف اللي ننطيه المفروض العلف المركز 20% من نسبة العلف ككل، يعني نسبته 20% والباقي حنطة، حتى ما يأثر تأثير سلبي على صحة الطيور. من ضمن المساوئ اللي يسويها أو اللي يسببها هو العزوف عن البيض بالنسبة للطواير. الطيور بعد ما تبيض يعني تشحم، وأحيانا إذا شحمت بنسبة قليلة فهي تظل ما تشد، هو عادة الشد للفحل، بس إذا بنت جدار يكون جدار رقيق من الشحم على المبايض فما راح يوصل الحيمن حتى يلقح البيض. هذا اكو هيج سبب يسويها يعني العلف، ناهيك عن زيادة وزنها وباقي المؤثرات. بالمناسبة احنا طيرة عندنا بايتة، هاي طايرة باقية لحد الآن الساعة حاليا 5:30 إلا 5، بس هي طيرة يعني مو ذيك الطيرة الفاخرة، طيرة يابسة يعني. على أي حال مو موضوعنا، نرجع لهاي. أفضل طرق علاجها اللي هو انت شلون تحاول تجلد هاي الطيرة، تفتح جناحها تجلدها وتتركها سايبة بالسطح زين، ازلها اعتبرها دشر، قلل اكلها. هاي الطيرة جت قلل اكلها وغيره، لا تنطي بعد علف مركز، يعني انطي حنطة بس تكفي، حنطة ودخن شيء مثلا، شغلات بسيطة هاي خفيفة، ودائما جوعان الطير. شوف هسه انحصرت هي هاي الطيرة راح تبيض، احتمال تبيض قدامكم زين. هذا هم دائما ينطرح السؤال. تقدر بنفس الوقت تنطي خل التفاح. خل التفاح يبيعوه بالمحلات العادية ويبيعوه بالمكاتب الفيترين. هذا تنطي مدة 10 أيام، هذا يذوب الشحوم يعني يخدم الطواير. ما أعتقد تحط بعد هاي ترى. احنا عندنا مجموعة من الطيور بقل الليل يعني، وانا مسافر، انا صار لي كم يوم من جيت. تاريخ اليوم 4/1/2019 2020 عفوا، بس بتريت هنا طلعت بيهم بقل الليل وبيهم، فمنهم ضميناهن وبيهن لاني 2 كان يبقى للعصر، لاني خرجهن مهند هنا يعني، هو ظل يفتحن بتريت هناني لو طلعت. واحد بيهن هم أشهر مرة مرتي وضميته، وهسه هاي الطيرة اليوم هم طلعت فوق. والله شنو نظام هاني، صار لها تقريبا 6 أيام 7، بس اليوم قلت ما دام عطلة بعد نفتحها نشوفها. ويبست الطيرة، بس هي ذيك الأيام ما عجبتني يعني، طيرة وسطانية رمادية قلم يعني. شوف يعني طيارة محصورة كلش، دور مكان تبيض بيه، وظل ويا الفحل يعني الى ان تبيض. من تبيض تعزلها ترتاح فد
10 أيام وترجع تزاوجها، يعني تنطيها المحفزات. وهاي الحبة البيضة اللي شرحنا عنها في منشور، يعني قبل هذا المنشور خاص بالبيض. هاي الحبة عينا شلون المصقولة صغيرة، بيها كالسيوم ومجموعة فيتامينات.